بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة أمتنا. اليوم راح ندير كيك تاع بالفلون فاني. نشوفوا المقادير. عندي نص كاس سكر، ربع كاس زيت، كاس حليب، عندي الفلون فاني مغرف تاع المارغرين، ربعة تاع البيض وزوج لانيفير والفارينة حسب الحاجة. نروحوا لطريقة التحضير. بسم الله. ديروا البيض، عندي مغرف تاع الزبدة نديرها في الاخر تاع الكيكه. ندير نص كاس سكر. السكر نقصت على خاطر راح ندير الفاني، الفلون فاني. والفلون فاني كما نعرفوه دائما يجي حلو. الوغ درنا نص كاس سكر ونص كاس تاع فلون فاني، ونضربوهم كامل كيف كيف ورشه الملح. وكان نضربو كامل هذا الخليط حتى يولي لنا ابيض ويذوب لنا السكر والفلون، ومن بعد نكملو نزيد. بسم الله. نزيدو نديرو الزيت غير بالعقل. نزيدو كاس حليب، هكذا. دوكا نزيدو نديرو الفارينة ونديرو لا لوفور. هكذا راني عمرت زوج كيسان تاع الفارينة معمرين مليح مقببين. نغربلوها. كي نغربلوها نزيد ندير ساشي تاع حلوة، خميرة الحلوى. عندي زوج باكيات نديرهم. وندخلو كامل هاد الفارينة ولا لوفور، ونزيدو الكاس الثاني. هكذا نضربوها مليح باش يذوب لنا هذاك الفلون هذاك السكر. نزيدو الكاس الثاني تاع الفارينة. انا غربلتها باش الكيكه تجينا خفيفه، ونزيدو ندخلوهم مليح. هكذا نديرو زوج كيسان مقببين تاع الفارينة معمرين مليح. وهذيك المغرف تاع المارغرين ذوبتها، دوك نديرها في الاخير هكذا. هذيك المغرف تاع المارغرين تمد لها بنه في الاخر، تجي فيها البنه تاع المارغرين شغل درناها بالزبده ولا بالمارغرين. وكي نقطعوها ما تتفتتلناش. هذا هو الدور تاعها المارغرين. هكذا هايليك، هذا يكفي. دونك نزيد نفرغ هذيك المارغرين اللي ذوبتها وبردت، فرغوها في الاخير ونزيدو ندخلوها مع هذا الخليط كامل. هكذا تجي خفيفه هاد الكيكه، تجي هايله وتجي مشربه. هايليك هكذا. دوك نجيب المول تاعي ونفرغوها، ونكونوا شعلنا الكوشه تاعنا على 180 درجه
وكل واحد يعرف الفوق تاعو كيفاش يطيب له هو الكيك. هاوليك المول تاعي تاع الكيك، دهنتو بالمارغرين وزدت رشيتو بالفارينة ونفرغو الكيك تاعنا. بسم الله. هكذا ندخلو يطيب على 180 درجة. كي يوجد نعاودو نولو ونكملو هاد الكيك كيف. هاي ليك الكيكه كي خرجتها دوكا من الفوق جات هايله، جات ما شاء الله طيبه. وعندي الشربات سيرو هاوليك، وطيبت شويه تاع كراميل باش نديرها مع هاد الشربات. دوك هاد الشربات نفرغها هنايا باش تطلق لي معاها باش يجيني الذوق تاع الكراميل. هكذا طيبتها كراميل، درت زوج مغارف تاع السكر وطيبتها هكذا. كي حمرت لنا نحيتها متخلوهاش تتحرق تولي مرة، ودرتها في هذاك السيرو تاعي هكذا. دوكا نخلو الكيكه تاعنا تبرد ونجوزو نكملو المرحله الاخرى. هاوليك الكيك تاعنا نحكمو هكذا السكين تاع المنشار ونقطعوه هكذا. كمل نقطعوه ومن بعد نشربو كامل هذاك الشربات السيرو اللي طيبناه ونديرولو الشيكولا. هذا الكيك هايل وبنين بزاف، ننصحكم تجربوه بزاف بنين هذا الكيك. دوكا نحكم كامل نحطهم هكذا ونديرهم كامل الشربات السيرو اللي طيبناه ونقلاصوه. بسم الله. هاوليك السيرو ونحكمو هكذا البانسو. السيرو اللي درنا له الكراميل كنت طيبتها ووريتها لكم هكذا. نشربوه مليح نشربوه كامل. الكيك يكون بارد والسيرو يكون سخون شويه. خلوه يبرد مليح هذا الكيك باش ديرولو هاد الطريقه باش تشربوه هكذا باش يجينا مشمخ يجي بنين. دونك نكملو كامل ونزيدو نروحو نديرولو الشيكولا يجي بزاف بنين هذا الكيك هكذا. دوكا كي شربتو مليح نحكمو الكيك تاعنا هكذا. نحطو الكيك تاعنا ينشف. دوكا نكملو كامل هكذا نخلوه ينشف ونعاودو نولو نشوفوه في طبق التقديم. هاوليك الكيك تاعنا كي كملتو جا هايل، جا ما شاء الله. نشوفوه كيفاش جا مشرب، جا هايل. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. جربوه، هذا الكيك بنين بزاف. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، والسلام عليكم.